تحكم تاني للاهلي. موضوع الملعب برضو الحقيقه اتكلمنا فيه كتير، ولكن اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى عنده وجهات نظر مختلفه. كابتن سيد مساء الخير. مساء الخير كابتن سيد، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير، الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. كابتن سيد الحقيقه كنا بنتكلم دلوقتي على الملعب بتاع لقاء القمه يوم الاحد. انا معايا خبر ان النادي الاهلي بالفعل بعت للاتحاد الافريقي ان الملعب هو ملعب الجونه، ولكن كان معايا الحاج احمد الصحيفي وقال الحقيقه ان هو لسه يعني ما فيش موافقه. برضو مدير الامن اللي هو حمدي الجزار قال ان لسه ما فيش اتصالات. لا خليني اقول لك، طبعا في اعتبارات بتتحط في اختيارات الملعب، اولها الجهات الامنيه، وبعد كده طبعا اختيار الكاف والحاجات الفنيه اللي ممكن يبقى الجهاز الفني له رؤيه معينه في اختيار ملعب معين يعني. لكن في ظل الظروف اللي احنا فيها واللي بنمر بيها، بالتاكيد فيها حاله من عدم الاستقرار. طبعا احنا مستوعبينها ومقدرينها، لكن خلي بالك في ساعات انت بتروح لاتجاه غصب عنك، مش بارادتك يعني. انا اكتر واحد فاهم القصه ده يا كابتن والله، يعني اكتر واحد عشتها ال3 ايام اللي فاتوا، ففاهم حضرتك بتقول ايه كويس. بالتاكيد يعني. ففي في 3 محاور بتدور حواليهم، يعني سواء كانت الجهات الامنيه ومدى استعدادها وموافقتها في لاتجاه معين، وبعد كده بتختار الكاف. يعني ممكن كمان يبقى في اعتراض، ممكن الملعب مش مهيأ، مش هو اللي في اختيارات الكاف ولا حاجه. فانت بتقابل كذا مشكله، يعني ممكن تحل مشكله، فمشكله تيجي لك تظهر لك من ناحيه ثانيه. لكن اتمنى يا رب ان الموضوع ينتهي، وهو لازم هينتهي في الساعات القليله اللي جايه، سواء كان الاتجاه الاقرب ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى رايح في اتجاه الجونه باذن الله يعني. كابتن سيد الحقيقه يعني برضو الناس برضو او الاعلام كان بيتكلم من فتره ان في واضح ان في ابتدت حاله انسجام ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين النادي الاهلي. يعني بنشوف لقاءات النادي الاهلي وديه بيحضرها جمهور الحقيقه بيشجع بشكل محترم جدا، بيخرج اللقاء بشكل كويس، بيخرجوا من النادي ما فيش اي مشكله. ليه ما يبقاش في مبادرات في الحته دي؟ يعني انا شايف دلوقتي من كلام السيد مدير امن البحر الاحمر ان كله قلقان من حته الجمهور، قلقان من مشاكل. يعني المفروض ان احنا نبتدي بقى نفتح الملف ده او نتكلم مع الناس او ناخد مبادره. بص، يعني لما تيجي تسالني طبعا على المستوى الشخصي والمهني، هقول لك طبعا كره القدم هي حياتها الجمهور، او اللي بيديها طعم او مذاق او اهميه هي الجمهور. يعني تخيل لو انت بتقام عندك مثلا او قدامك كاس العالم كل اسبوع، مش كل 4 سنين ولا حاجه، وبدون جمهور وبدون متابعه، ولا لها قيمه، معناها البطوله الاكبر يعني. فبالتاكيد هي كميه المشاهده هي اللي تدي للحدث اهميه يعني. فبالتالي الجمهور ده عنصر مهم جدا 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 في كره القدم. ولو عملت حضرتك احصائيه على كل الانديه العظيمه والكبيره وصاحبه البطولات الكبيره، هتلاقيها يعني 99% ان ما كانش اكثر من كده، يوصل ل 100% ولا حاجه، هتلاقي صاحب الشعبيه الاولى في بلده ولا تمام. فبالتاكيد الجمهور له اهميه شديده جدا. لكن خلينا نروح لحاجه مهمه طبعا يعني انت في النهايه عايز تلعب في اجواء رياضيه، يعني في اجواء، يعني ما تبعدكش عن الملعب، ما تبعدكش عن الحاجه اللي انت رايح لها او مهنتك او طريقك او مشوارك. يعني الحاجه الاساسيه واللي دايما عامله لنا مشاكل جامده جدا يا كابتن سيف، ان كل واحد بيتكلم في غير تخصصه. يعني احنا خلينا نتكلم الرياضيين اللي جوه الملعب مالوش علاقه غير بادائه واحترافه ومهنته وحاجته اللي بيجيد فيها، حتى المسؤولين، حتى الاجهزه الفنيه. الجمهور له المدرج، له حاجه المدرج. يعني احنا في السنتين ونص اللي فاتوا او اكثر من كده بشويه صغيرين، حتى من ايام قبل 25 يناير بدانا نخش في حاجات مش بتاعتنا. يعني مش كل واحد بيتدخل. دخلنا رياضه في السياسه، ودخلنا سياسه في الرياضه، ودخلنا حاجات كثيره جدا في بعض. فالامر بقى فيه اختلاط شديد جدا، كانت نتيجته اللي انت بتجنيه في الوقت الحالي يعني. فبالتاكيد كل واحد في المنظومه له دور معين. لو كل واحد التزم بيه وكل واحد اداه بشكل كبير جدا، جمهورك تعالى وساند وشجع وآزر واعمل كل حاجه كويسه تفيد فريقك، ما تضرش فريقك وما تكونش عقبه في طريق فريقك او في مشوار فريقك. الحاجه الاهم من كده ان انت جاي تشجع مباراه كره قدم، جاي تستمتع بمباراه كره قدم. اللعيبه نفس الكلام، الاداريين نفس الكلام، حتى الاعلاميين يا سيدي. لما تيجي حلل او اتكلم او قيم الاداء الفني، ما تبقاش العنوان والاثاره في حاجه ثانيه غير الرياضه. اعتقد احنا لو المفهوم ده وصل للجميع يا كابتن سيف، ان كل واحد له دور معين في المنظومه
هو بتاعه يأديه بشكل مثالي، ما اعتقدش ابدا ان هيبقى في مشكله في كره قدم. ما اعتقدش ابدا ان احنا على مدار حياتنا كلها كانت عندنا مشكله في اقامه مباراه، بل بالعكس ده كانت مخرج ومنفذ للشعب المصري طول عمره. ما كانتش المشكله غير في الايام اللي احنا فيها. يا رب ان شاء الله الرحمن تبقى وفتره بسيطه وتعدي ان شاء الله الرحمن، وترجع الامور لعهدها السابق باذن الله. كابتن سيد، الحقيقه انا على المستوى الشخصي بحيي حضرتك جدا، يعني الحقيقه من الشخصيات اللي انا يعني بحترمها جدا. الفتره اللي فاتت ناس كتيره جدا في غير تخصصها حبوا يفكوا رابطه النادي الاهلي او الرابطه اللي بتجمع فريق النادي الاهلي، يطلعوا اشاعات يقولوا ان في مجموعه بتنتمي لتيار، يحاولوا يوقعوا مع الناس. ولكن اعتقد ان فريق النادي الاهلي بالذات نجح وبشكل كبير جدا، يعني مع ادارته ومع حضرتك طبعا، ان يثبتوا للناس ان الكلام ده في الرياضه مش موجود، ان الفريق ده واحد، ان الرياضه رياضه، ان الناس ما بتتكلمش غير في تخصصاتها. اعتقد ده موضوع يستاهل التحيه يعني. زي ما باكد دايما بقول لحضرتك، انت تخصصك ده، انت مصر ان انت تزج باسماء معينه في حاجات معينه، انت مصمم على كده، بل بالعكس انت بتتنافس على كده يوم بعد يوم، مصر تزج باسم فلان واسم فلان واسم فلان واسم فلان واسم فلان. انا قلت مرارا وتكرارا ان احنا في النادي الاهلي من زمان جدا، من فتره طويله جدا. طبعا يعني ما بحبش لغه العموم، لان اكيد هيبقى فيه حاجات او حالات ممكن تحصل بشكل فردي بالتاكيد، لان انت ما فيش حد على وجه الارض يعني كوجهه نظر، ما فيش حد مثالي ابدا. المثالي كان المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لكن ما دون ذلك بالتاكيد في اخطاء وفي محاولات بتبقى بتخرج عن المنظومه. لكن السواد الاعظم عندنا في النادي الاهلي هو ان انت بتفصل كويس قوي. يعني عمرنا يعني غير في حالات صغيره برضو، عشان برضو بقول لحضرتك في العموم دايما بنفصل. يعني انت رايك واختيارك ووجهه نظرك قولها في الصندوق يا سيدي، خلاص ده حقك. لكن انت هنا داخل منظومه رياضيه، داخل حاجه رياضيه، ممنوع الكلام في اي حاجه ثانيه، وما تتكلمش في حاجه غير تخصصك، لان انت هو ده ملعبك، هو ده اللي بتجيده. ما تتكسفش ان انت تقول كده. يعني الثقافه او اللي انا فاهمه، يعني ممكن حضرتك تعدل لي او تصحح لي، يعني ممكن اكون فاهم في كل شيء بعض الشيء، لكن في حاجه انا فاهم فيها كل حاجه اللي هي تخصصي، المهنه طبعا بتاعتي واللي انا درستها واللي واخد خبراتي منها. لكن ممكن اقول كلام بناء على معلومه، بناء على دراسه، بناء على قرايه، لكن بالتاكيد مش هبقى جيد فيها ولا اجدها. فسيبها لناسها، سيبها لحاجتها، سيبها لاهل بيتها. يعني ادي الخيز العيش لخبازه زي ما بيقولوا يعني. طبعا وده برضو تعقيب على كلام حضرتك دي وانت برضو مش من حقك غير تعلق عليا في المستطيل الاخضر او في الحته اللي انا بعملها، لان انا في الاخر لعيب. يا فندم المشكله العظيمه زي ما بقول، من وجهه نظري برضو ممكن اكون غلطان، لكن المشكله الكبيره بالنسبه من وجهه نظري ان كل واحد راح الملعب مش بتاعه خالص، مش حتتك نهائي، فكانت النتيجه بقت سلطه. يعني حضرتك سيد عبد الحفيظ بيتكلم في حاجه ثانيه مش بتاعته خالص، واحد بيتكلم في حته ثانيه مش بتاعته خالص. يعني الناتج اللي انت حضرتك بتجنيه في الوقت الحالي، يعني كل الناس، كل مصر على مدار سنتين ونص، كل مصر كانت ناشطين سياسيين وناس جامده جدا في السياسه وحاجه، مع ان انا اتحدى ان اي حد كان ممكن قبل 25 يناير يعرف حاجه في الدستور اساسا. يعني بتتكلم على الدستور بتاعك وكل شيء اللي احنا يعني انا اسف ان انا بتكلم كده، بس انا بقول لحضرتك لا عند حضرتك حق والله. ارجو للمره المليون يعني بلاش زج بالاسماء مثلا في حاجات معينه، تمام؟ كل واحد ممكن يبقى له اختياره يقوله في صندوقه، تمام؟ لكن احنا ناس رياضيه، تمام؟ اللي فيه الخير للبلد دي، واللي فيه الصالح للبلد دي، واللي فيه امن البلد دي، بالتاكيد ما فيش واحد عاقل وما فيش واحد بيحب بلده يعني ويتمناها غير الافضل والاحسن ما يتمناش ان بلده تبقى في منتهى الامان، واصول ومؤسسات البلد وهيئاتها بالتاكيد احنا معاها طبعا. وفي الاخر يا كابتن سيد في معلومه مهمه جدا، ان احنا كلنا واحد وطول عمرنا كلنا واحد وهنفضل واحد. طبعا وده الاهم. بص يا كابتن سيد، اخر كلمه ممكن اقولها، الحياه انا وانت، عمر ما كانت الحياه يا انا يا انت، مش ممكن. طبعا كلام الحقيقه محترم. يعني ما اقدرش اسيب حضرتك بقى قبل ما يعني ما استشيرك في الخبر اللي قدامي. احمد علي، مؤمن زكريا، عرفه السيد، في كلام فعلا ولا لسه؟ بالتاكيد يمكن في كلام ممكن يبقى تحت المناقشه وتحت الدراسه، لكن الاولويه والاهميه يا كابتن سيف، يعني انت عندك ماتش بعد 5-6 ايام مع ماتش مصيري ومهم جدا في البطوله الافريقيه ومشوارك.
ففيش حاجه تعلو ولا صوت يعلو على المباراه الافريقيه ومباراه الزمالك وبعديها مباراه اورلاندو. بعدها كده ان شاء الله الرحمن نشوف بقى الاختيار، وخصوصا ان احنا عندنا يعني الفتح باب القيد الممتد المرحله الثانيه من القيد هتستمر لحد 8/10، ما عنديش الوجه الاستعجال يعني. كابتن سيد، بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه. بتمنى لحضرتك التوفيق في لقاء الاهلي والزمالك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يعني زي ما قلت لكم قال كابتن سيد كلام كبير جدا، قال احنا هنعيش انا وانت، مش انا يا انت. ده موضوع مهم جدا وكلنا في النهايه واحد.